أصعب غزوات الرسول وأعظم الملاحم العسكرية في تاريخ المسلمين، اللي قدروا يدمروا أقوى حصن اتبنى في الجزيرة العربية، وقدروا يحققوا نصر عظيم عشان بعدها تنطلق فتوحات المسلمين لباقي شبه الجزيرة العربية. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بالمسلمين من مكة ليثرب وتغير اسمها للمدينة المنورة، بدأ الرسول يأسس المدينة الجديدة من النواحي الاجتماعية والسياسية. وبالرغم من استقرار أمور المدينة إلا إن كان في لسه أخطار على المسلمين هناك بسبب القبائل المجاورة. معظم القبائل دي كانوا إما بيعبدوا الأصنام أو ليهم ديانات تانية، وكانت قريش بتحذرهم من الإسلام ومن اللي عمله الرسول هناك في مكة. بدأت المكائد والكراهية دي من ناحية القبائل التانية ضد المسلمين تظهر عشان يدمروا الدين الجديد، وده ظهر في غزوة الأحزاب اللي هنتكلم عليها في حلقة تانية. بعدها قرر الرسول يعمل صلح الحديبية. الصلح ده كان مع قبائل قريش عشان يقدروا يتفرغوا للأعداء الموجودين في المدينة. ووقتها قرر الرسول إنه يحارب كل اللي اشترك في غزوة الأحزاب، وكان أخطر القبائل دي هي قبائل نجد اللي اتحالفوا مع قريش ويهود خيبر اللي كانوا العقل المدبر للهجوم، وكانوا عاملين اتفاق مع قبيلة غطفان انها تشارك في الحرب مقابل انهم يدمروا تمر خيبر لمدة سنة. اهمية المعركة دي للمسلمين في انها كانت هتقام في حدود المدينة، وبالتالي هتمنع اي خطر ممكن يجي من ناحية قريش. كل الاحداث اللي انا قلتها دي كانت بداية لغزوة خيبر سنة 7 هجرية. خيبر كانت مدينة بحصون كبيرة ومتقسمة لجزئين، جزء منخفض في وادي النطاق ومنطقة الشك وفيهم 5 أبواب للمدينة، وجزء تاني في شمال المدينة المنورة وفي 3 أبواب. أما سكان خيبر فكانوا من اليهود، وكانت تعتبر آخر حصن مهم اليوم في الجزيرة العربية. خرج النبي محمد من المدينة ومعاه 1600 مقاتل، والصحابة ما سمحوش لحد من اللي ما خرجوش في الحديبية إنه يخرج معاه، لأن أغلبهم كان من المنافقين وضعاف الإيمان. أما في خيبر فالسكان هناك جهزوا كل اللي قادر في المدينة على حمل السلاح، وكان عددهم اكتر من 10,000 مقاتل، وكلهم كانوا متحصنين جوه المدينه. اتحرك جيش المسلمين وعسكروا طول الليل قدام الحصن، واول ما طلع الصبح شاف اهل خيبر جيش المسلمين واتصابوا بالفزع والخوف واستخبوا في حصونهم. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، خربت خيبر. بدات المناوشات بين الجيشين عند الحصن الاول من حصون خيبر ال8، وهو حصن النعام. الحصن ده كان يعتبر اول خط دفاع عن خيبر. حاول جيش المسلمين انهم يدخلوا الحصن، وعلى مدار ايام اليهود بيحاربوا بالسهام والنبال وخايفين يخرجوا. اما جيش المسلمين فبيحاول يفتح اول حصن على مدار 7 ايام لحد ما وصلنا لليوم الثامن. فمسك الرايه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكنه ما قدرش يفتح الحصن، وتولى بعده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن برضه ما اتفتحش الحصن لحد ما وصلنا لليوم العاشر. فقال النبي: والله لاعطين هذه الرايه رجل يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهنا قرر الرسول يدي الرايه للامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. علي بن ابي طالب مسك الرايه وتوجه للحصن ووقف يدعوهم للسلام، لكن فجأة لقى الحصن انفتح وخرج منه واحد من قادة خيبر واسمه مرحب، طلب ان هو يبارز حد من المسلمين. فخرج له سيدنا علي بن ابي طالب بنفسه ووجهه، وبعد موجة قوية شق الامام علي راسه. وبعدها خرجت قوات خيبر واخوات القائد عشان يقتلوا علي، لكن التحم معهم جيش المسلمين، وكان كل مقاتل بيحارب واحد، الا سيدنا علي كان بيبارز 4 لحد ما اتكسر درعه واستخدم سيفه كدرع. وفي بعض المصادر بتقول ان سيدنا علي شال باب حصن بايده واستخدمه كدرع رغم حجم الباب. وهنا كبر المسلمين وانصاع جنود خيبر باللي شافوه. فضلت المعركة مكملة حوالين حصن ناعم، وقدر المسلمين ينتصروا. وبعدها كمل المسلمين اقتحام الحصون بقيادة الحباب بن منذر الأنصاري. وهنا جيش المسلمين حاصر الحصن أيام، لكن المسلمين وقتها مروا بمجاعة، لأن الحصن الأول اليهود كانوا فضوه من الأكل، ولكن دعا الرسول بالنصر. فرجعت قوة المسلمين من تاني، وقدروا إنهم يدقوا أبواب الحصن المنيع لحد ما انفتح. اليهود ما كانش قدامهم حل غير إنهم يهربوا لآخر منطقة حصينة ليهم ويتمركزوا فيها، والمنطقة دي كانت قلعة الزبير. المسلمين حصروا القلعة دي لمدة 3 ايام لحد ما جه راجل من اليهود اسمه غزال وقال للمسلمين ان في جداول مياه في الحصن، ولو وقفت القلعة دي هتستسلم. وبالفعل تم قطع المياه عن القلعة، فاضطر اليهود انهم يخرجوا عشان تحصل معركة عنيفة على باب القلعة تنتهي بانتصار المسلمين. بعدها اليهود ترجع لحصن النزار، والمسلمين حصروه وضربوه بالمنجنيق لحد ما انهارت جدران الحصن وهرب اليهود، وسيطر المسلمين على قسم كبير من خيبر. بعد كده المسلمين انتقلوا للجزء الثاني من خيبر فوق المرتفعات وفي حصون القاموس وبني ابي الحقيق والوطيح والسلالم. لكن بعد انهزام يهود خيبر كل الاهالي والاطفال كانوا في الحصون دي. حط الرسول صلى الله عليه وسلم المنجنيق قدام الحصون، لكنه رفض يستخدمها في ضرب الحصون وسابها واقفه مكانها عشان يستسلموا بس. ورغم ان جيش المسلمين كان ممكن ينهي المعركه في ساعات لو استخدم بس المنجنيق،
لكنهم فضلوا الحصار على قتل الاهالي والاطفال، واستمر الحصار لمده 14 يوم. وبعد انتهاء الاكل والشرب اهل خيبر خارجين طالبين الصلح، وبالفعل وافق الرسول على الصلح مقابل انهم يخرجوا من خيبر، لكنهم طلبوا انهم يفضلوا يزرعوا الارض، فسابهم النبي وبقى ليهم جزء من المحصول والتمور لحد ما خرجوا من المدينه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبكده انتهت غزوه خيبر بنصر كبير للمسلمين، واتدمر اخر اقوى حصن لليهود في الجزيره العربيه، وده كان انتصار استراتيجي خلاهم يقدروا يكملوا نشر الاسلام في باقي الجزيره العربيه. المعركه دي ما كانتش مجرد انتصار عسكري، لكنها كانت دليل على قوه الايمان والتخطيط الصح لجيوش الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتحت باب للفتوحات الاسلاميه غيرت مجرى التاريخ. بس السؤال هنا يا صديقي، هل ده كان اخر انتصار للمسلمين ولا دي كانت مجرد بدايه لفتوحات اكبر؟ استنونا في الحلقه الجايه وهنعرف ايه اللي حصل. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير.